النهارده هنعيش مع بعض رحله صعبان. بحب الجواز قوي. رحله من اجمل الرحلات على اليوتيوب. بكره البنات المايسة بس بعشق البنات السافلة قوي. رحله يوتيوبر في البحث عن شريكة حياتي. بت على حته دين فرختين يا نهار اسود. الفردة طبعا بتبقى اسفل، بيبقى فيها لحم اكتر. هي البت بخدها كده. ما اعتقدش في يوتيوبر تاني يورينا تجربته في البحث عن البنت اللي هيعمل معاها فيديوهات زي اليوتيوبر اللي هوريكم تجربته النهارده. الاسبوع كله كنت عمال اقول لصاحبي هات لي بنت. وانا بصراحه عايز قناتي تنجح ما بين الاتموسفير، ما بين البيئه الفاميلي شامل. اللي على اليوتيوب. الجنة بتدلع والنار بتولع، ها، عشان ما احرقش ميتين اهلك انا دلوقتي. محتاج الاقي البنت المناسبه اللي تعمل معاها فيديوهات وهتوصلني للريل يوتيوب ماني. ايه ده 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 اوعى ايه المقلب بينفعك، المقلب بينفعك وهي يعني عادي كل واحد يدور على نجاح قناته، وانا اعتقد دي دي البيرفكت فورمولا ان واحد ينجح على اليوتيوب، ان هو يلاقي البنت الصح اللي تعمل معاها فيديوهات. التركان اليوتيوبر اللي هنتكلم عليه النهارده هيقول لنا تجربته في البحث عن البنت المناسبه اللي هتعمل فيديوهات معاه، وهنحاول نمشي على خطاه. اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. هلا والله واتساب، السلام عليكم. هلا والله يا السلام عليكم. معلش المقدمه بتاعتي اختلفت عشان ضيف الحلقه النهارده. هلا والله واتساب السلام عليكم. فهتركانو كان بيبين اعجابه بالبنات اللي موجوده على الانترنت، زي برضو انا كنت ببين اعجابي بالبنات اللي على الانترنت. اي حد يعتبر بادئ قناه على اليوتيوب لازم يبين اعجابه بالبنات اللي موجوده على الانترنت في الاول، عشان معرفش الناس بتحب كده. رد فعلي على اجمل بنات في العالم بتعمل فيديوهات. انا عايز اوريكم يعني ايه كلمه بنت. كلمه بنت مش بتتقال بسهوله. يعني مثلا اي اتنين مرتبطين في مصر، انا حبيبتي ملكه جمال عالم، يا حبيبتي انت مفيش زيك في الكون. انا عايز اوريكم يعني ايه كلمة بنت. يا ترى ايه يعني التعريف ايه؟ هل هناك تعريف جديد لكلمه بنت؟ يا ترى هل ترى كلمة بنت مش بتتقال بسهولة يعني. اي حد ماشي في الشارع نقول عليه بنت؟ مش اي بنت شكلها بنت قال عليها بنت. نو اوف كورس. إنه يبدو مثل راجل. لكني لا أرى مقبضا. عندي سؤال بالنسبة للناس اللي بتاكل وما بتتخنش. I have one question. I'm gay. ايه الجمال ده؟ مش قادر. ملك الجمال. إيه ده؟ الكرة الأرضية. اهي دي يا جماعة البنات شايفين عاملين ازاي؟ مش في مصر. جيناتك انت اللي الحلوه فشخ. شايفين عاملين ازاي؟ مش في مصر. شايفين الانثى؟ هي دي البنات يا جماعه، مش اللي عندنا في مصر. معلش يا عم طربوش، دي جيناتنا يا عم طربوش. لما الاب يضايق بنته، يا رب على الاحساس، يا رب على حلاوه الاحساس. تعالوا نشوفوا مع بعضنا ابداع، حتى ابداع الاب قبل ما يبقى ابداع البنت. شوفوا يا جماعة يا رب على الاحساس، يا رب على حلاوه الاحساس. يا رب على الاحساس، يا رب على حلاوه الاحساس. العشق للاجانب مش بيجي من الفراغ. شايفين الاب في الفيديو بيضايق بنته ازاي؟ شفتوه يا جماعه؟ شفتوه لما عمل كده؟ شفت الاب الكيوت لما عمل كده؟ شوف الاجانب دول احسن ناس في الدنيا. لما الاب يضايق بنته، يا رب على الاحساس. تخيل ابوها يطفي السجاير تحت بطاطها. اوه ماي جاد، احساس يعني احساس ما يتوصفش. كميه الاحساس اللي بيتحس لما الاب يضايق بنته. يا رب على الاحساس. المصريين. باباها دخل ورا، باباها دخل. شايفين حتى كمان يعني شفتوا منظر باباها في النهايه؟ اب راجل محترم. كيوت. اب كيوت. تخيل هي تبقى عندها اب كيوت. تخيل في اب كيوت. يا رب على الاحساس. تخش على صاحبتك تلاقي ابوها بيعذبها. يا رب على الاحساس. يا رب على حلاوه الاحساس. وتخيل برضو لو ابوها كيوت. شفتوا منظر باباها في النهايه؟ اب راجل محترم. لازم كلنا نكونسيدر البوينت دي ان هو راجل محترم، غير طبعا اللي هو راجل كيوت. ما جاتش. اوكي بس المذاكرة حلوة يا جماعة. ايه يا جدعان، شايفين الجمال؟ شايفين البنت؟ اللي شايف ان هتركانه بقى هيحان يدوس لايك. طبعا هدوس لايك. تمام. اللي شايف ان هتركانه بقى هيحان يدوس لايك. اكيد يا كريم مريت بالفترات دي يا كريم. بس 44 واحد شايف ان هتركانه هيحان. اي حد حاسس ان هو هيحان يعمل لايك حالا. ايه العسل ده؟ دقيقه واحده الناس اللي هتقول لي انت كمان بتعمل مشاكل التسول والهري. انا بقلد الاجانب. معلش هتركانه الاجانب بيعملوا حاجات خرا. معلش هتركانه اتصدم دلوقتي. بقلد الاجانب بقى. انا بحب الفكر الاجنبي، ماليش دعوه بالفكر العربي. قولي العربي ده. ارموه على جنب، مش اصل التسول. هنشوف بقى ايه تقليده للمحتوى الاجنبي. هو تقريبا ايه عايز يجيب ازاز زيت، تمام، فمش عارف يجيب ازاز زيت، ففي بنت جنبه فبصوا للكاميرا ورقصوا. واو عايزين تسول يا جماعه.
العربي ده اركنوا على جنب، مش ناقص التساؤل. بصراحة. العرب كلنا نمسك الكاميرا نقعد نتكلم كده، لكن الاجانب ابداع. العرب بيمسكوا الكاميرا ويعملوا كده. الله على الابداع يا هتريكانو في راس التقوس الفخدين اللي قلدتها من اجنبي. يعني اجنبي طبعا فكره عالي جدا. اي حد اجنبي ماشي في الشارع هتريكانو بي لايك. الاندر ايدج اقسم بالله دمروا البلد، بس هم حلوين بس دمروا البلد. بت على حته دين فخدتين يا نهار اسود. ويقولوا لي لما انت بتقول كلام قليل الادب ده غلط. والله مش غلط، هي البت في خدها كده حضراتكم. هي البت في خدها كده حضرتك، البت في خدها كده. انت نور ولا ايه؟ انت هترد عليا وانت بتعمل فيديو رياكت واي حد يقول لك انت قليل الادب، قول له الكلمتين دول. انا مالي؟ انا بعمل فيديو في حالي. هي البت ظهرت جنبي في الشاشه، انا ماليش دعوه، انا بعمل فيديو في حالي. فاللحظه دي تمام هتريكانو اخذ القرار ان هو هيصاحب بنت اجنبيه. في البدايه خالص هعرفكم عن نفسي. تمام، انا اسمي محمود محمد، عندي 20 سنه، ضد فكره الارتباط بس بحب الجواز قوي. بكره البنات المايصه بس بعشق البنات السافله قوي. بكره البنات المايصه بس بعشق البنات السافله قوي. اتس فيري انترستنج. يا بقى لو البت سايبه البيت يا دين. طبعا زي ما احنا عارفين البت السافله غير البت المنحطه، والبت المنحطه غير البت اللي في خدها كده. هي البت في خدها كده. خلي بالي يبقى في بت مايصه وبت منحطه وبت في خدها كده، يعني فيها الثلاثه. يا رب على الاحساس. انا كنت مسافر شرم مع صاحبي على اساس ان انا هتجوز بنت وهعمل معاها فيديوهات. بنت روسيه، حياه بقى تانية بقى، حياه امريكيه هعيش دنيا انا كنت راسمها. انا كنت رايح شرم ان انا هتجوز واحده روسيه، اصحابه نازلين من بره وقال لي هجوزك واحده روسيه وتعيش حياتك زي ما انت عايزها والجو ده. فانا وافقت وقلت ضن مفيش اي مشكله. ضن مفيش اي مشكله، اتجوز لك واحده روسيه كده. ضن يا باشا. انا معايا دلوقتي دستة بنات عرق بولندي. مش عارف، انا كان عندي فكره غلط خالص عن الجواز بغض النظر عن اي شيء. انا بريسبكت اللي هو بينقل لنا تجربته كامله. البنات جم وشفت البنات ما عجبونيش، مش هم دول اللي في دماغي. من هنا لهنا بدات اتخانق مع صاحبي شويه، اللي هو انت فهمتني حاجه وشفت حاجه تانية خالص، رستني على حاجه وكل اللي انت قلته لي ما حصلش. من هنا لهنا شبه اتخانقت مع صاحبي. وعايز اقول لكم كنت قاعد في شرم 5 ايام مكتئب. ملحوظه الاسبوع كله كنت عمال اقول لصاحبي هات لي بنت. ملحوظه. اوكي، ملحوظه مهمه قوي. انا عمري ما شفت حد بيحط ملحوظه، يعني بيقول ملحوظه في وسط كلامه. ملحوظه عمال اقول لصاحبي طول الاسبوع هات لي بنت. ملحوظه الاسبوع كله كنت عمال اقول لصاحبي هات لي بنت. طيب يا سيدي شكرا كفايه. انا اريد نسوان الان. قاعد 5 ايام في شرم ما بين 4 حيطان. صاحبه اداله بلو بول، عمال اقول له طول الاسبوع، عمال اتصل عليه هات لي نسوان. عايز اقول لكم كنت قاعد في شرم 5 ايام مكتئب. هات لي بنت. قاعد الفتره دي كلها قاعد على السرير مستني بنت تخش عليه. او ممكن هو معتقد ان هو ما يروح شرم اما يقعد مثلا في الفندق ولا حاجه البنات بتخش عليه كده. يعني كلهم بيقفوا عادي ان انت تاخد رقم يجوا معاك البيت، الموضوع سهل جدا يعني. فمن هنا لهنا كان في بنت ماشيه مع مامتها ومامتها عماله تعطس قوي. فقلت لصاحبي ايه انزل اديها مناديل. فصاحبي نزل اديها المناديل وخد الانستجرام بتاعها، وتاني يوم كنا اتقابلنا وهي البنت دي. وسبحان الله صاحبي شكله ارتبط بيها. يعني صاحبي شكله ارتبط بيها. انا مستغرب صاحبي والله، يعني انا مستغرب. بص نظرة الفخر ميشن اكمبلشد. يعني ايه دي؟ نظرة واحد خلاص، يعني عارف لو اتقلبوا بالعربية دلوقتي هيكون سعيد. انا فخور بيك. هو تقريبا فخور بنفسه جدا. يا جدعان احنا قاعدين وسط روسيين، انا مبسوط. انا مبسوط. انا شايف روسيين رايحين روسيين جايين. انا عايز اتجوز. طبعا هتركانو ما استسلمش وصحى الصبح بدري نهار مش من شرم الشيخ وبدأ رحلته في البحث عن حبيبته. يعني الحمد لله خلاص خلصنا اكل ودلوقتي كده للشاطئ. احنا مش عارفين هو الشاطئ ده اللي احنا المفروض نبقى فيه ولا لا. الكبير يعني تيتا بص عامله ازاي. جميله جميله تيتا، جميله قوي تيتا. الفريم ده ممكن يتعلق والله. الصورة دي تمثلنا جميعا كشباب يبحث عن ذاته. هاشتاج وجع، هاشتاج رحلة البحث عن الفتاة الروسية. اوبا يا جدعان انا مش مصدق. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ اوف 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 اوف. ونزلت ستوري اللي انا راجع القاهره. فقال لي انت راجع القاهره ليه؟ قلت له يا عم المواضيع بتفكس وكده. قال لي طب تعالى دلوقتي وانا هجيب لك البنت. رحت له، كان دي بقى هو اللي جابها لي. فاهمين؟
يعني كان دي هو اللي جابها لي، ما كانش فيه حب ولا اي حاجه، بس انا لما شفتها حبيتها. الحمد لله وصل للنهايه، النهايه لازم تكون سعيده. فعلا هاتريكانو وصل لحلمه ولقى البنت المناسبه، البنت الروسيه المناسبه ان هو ان شاء الله يعمل معاها فيديوهات. بصوا يا جدعان دلوقتي انا عامل لها مفاجاه، تمام؟ اول مقابله يعتبر والجو ده. وات؟ اثبتوا نفسكم قدام الروس، بحبكم. يعني اثبت نفسي قدام الروس اعمل لهم ايه يعني اثبت نفسي قدام الروس اعمل ايه؟ بنحبك يا عم بوتين. يعني اثبت نفسي قدام الروس. طبعا هعمل لايك عشان اثبت نفسي قدام الروس. استني دعمكم وترفعوا راسي قدام الروس. كلنا بندعمك يا ما تنسوش تعملوا لايكات كتير على الفيديو ده، بحبكم. مستني دعمكم وترفعوا راسي قدام الروس. سمعة مصر بقت بين ايديك يا هاتريكانو. مستني دعمكم وترفعوا راسي قدام الروس. حاول تعمل حاجة صح. بصوا يا جدعان دلوقتي انا عامل لها مفاجاه، تمام؟ اول مقابله يعتبر والجو ده. شوكليت. Chocolate? I love it chocolate. You love it chocolate. Yes, I love chocolate. أنت سيزيس. Спасибо. سبيسيبا. عرفت هو بيحب الروس ليه. تخيل واحدة بتقول لك سبيسيبا. شكرا. شكرا. بتحبيها؟ والله. شكلها بتحب الشوكولاته، هجيب لها كل شويه شوكولاته اقسم بالله. تخيلوا يا جدعان والله بسبوسه مع شوكولاته. Every time chocolate and بسبوسة. واو he will buy you every time chocolate and بسبوسة. الله على المترجم. Добро пожаловать. طب انا اعمل ايه؟ Добро пожаловать. ناتاشا ترحب بك وتتمنى لك سهرة سعيدة. يا جدعان احنا قاعدين جوجل ترانسليشن ورا. دلوقتي احنا هنلعب بلياردو. اول مقابله نلعب بلياردو. تعالى يا مش بيتكلم انجليزي تمام، ويبقى مع واحده بتتكلم انجليزي وروسي وبيلعبوا سوا مع بعض. فاهمها يا ابني؟ انت بتعرف تلعبي؟ وانا بقى المترجم. he won't tell you this. you know how you can play. طب تعالى he will learn you. What? He will learn you. He will buy for you every time chocolate and بسبوسة, and he will learn you. He will not teach you. I want to tell you. Wait, be safe about this أستيك. Be safe about this أستيك. يا ترى الأستيك هيبقى خطر في ايه؟ Be safe about this أستيك. Спасибо. يا رب على الاحساس. انا رحت كمان اخد كورس روسي ودفعت الفلوس وفي النهايه ما رحتش. هي دي حياتي مع البنت الروسيه، بس انا حبيتها والله العظيم حبيتها. يعني عليهم نظره عين بتسحر والله العظيم. نظره عينيهم كده، ركزوا في الفيديو ده. طبعا اللحظة دي اللي عكرها نظرة صاحب المحل اللي عايز يرميهم بره. بدل ما اشتري سمكه واصرف ليه اشتري اغلى حاجه في العالم مصحف كتاب ربنا عشان ربنا يعملوا لايك. استغفر الله العظيم، بس بجد عشان ربنا يعملوا لايك. 46,000 لايك. لو انتوا بتحبوا ربنا اعمل لايك. اعملوا لايك، وصلوا 50,000 لايك والله فعلا. عايزين نثبت لليهود. نثبت لليهود ونرفع راسنا قدام الروس. 100,000 والله لو وصل 100,000 يا لهوي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. احنا بنعرف المحتوى الهادف منين، اللي هو لازم في بدايه الفيديو يقول لك صلي على النبي، تعرف على طول اللي هو محتوى الهادف. يعني ممكن محتوى الفيديو يقول لك مثلا مقلب خيانه في زوجتي، فانت هتعرف على طول. مش مهم المحتوى اللي في الفيديو، مهم اللي انت تعرف ان المحتوى ده هادف، لانه قال في اول الفيديو صلي على النبي. وهو في الحقيقه صاحب بنت مصريه بعدها، والعلاقه بتاعتهم حلوه جدا. فكره فيديو النهارده ان انا هعمل مقلب الخيانه في رونيتا. انا عيطتها كتير، انا مبسوط يعني الحمد لله. الفيديو جاب 40,000 لايك، اللي هو مقلب الاهانه ولا مش فاكر مقلب ايه. مش فاكر مقلب ايه. مقلب الاهانه، ما مش عارف، بس هو ده مقلب الخيانه. انا كنت بعمل مقلب الخيانه. مقلب الاهانه جاب 40,000 لايك. معرفش. مقلب الموت جاب 50. مقلب وانا بخنقها وصل 100,000 لايك. مش جميل ولا شاب العضلات اللي البنات بتحلم بيه، ولا شعر ابيض ولا عيني خضراء، بس الحمد لله محبوب. فالبنت الروسيه ما قدرتش في يوم من الايام ازعلها، بحاول ابسطها دايما. نظره عيونها كده بتحسسني ان الدنيا جنه.
هديك كف ورب الكعب ما همسك ايدي. حطيت طب لو هي جنه فانا النار بقى عشان ما اموتكش دلوقتي. انا بفضفض معاك. الجنه بتدلع والنار بتولع، ها، عشان ما احرقش ميتين اهلك دلوقتي. بطل خبطه وانت وحظك ماشي، عشان المقلب ينفعك، المقلب ينفعك وهي تنفعك، ما تكلموش. تلف وتلف وتدور ما بين الاجناس وهترجع للمصريه، كل ده بسببكم وكل يوم في المستشفى. فما فيش حاجه في جيوبنا وما فيش تحويش وتحت البلاطه والجو ده بجد يعني، ربنا عالم وحياتنا احنا بنظهرها قدامكم اتفه من التفاهه. يعني امال لو مش ظاهرين حياتنا فعلا قدامكم انتوا ليه محسسينا ان احنا بنتسحر كنتاكي؟ هولي شيت، ايه ده بجد مش بتسحروا كنتاكي؟ يا لهوي ازاي هم عايشين بجد؟ احنا يا جدعان اقسم بالله جه علينا وقت بنجيب البرنس عندنا في البيت يعمل لنا اكل، والله الواحد هيضحك من كتر همه. ايه ده البرنس ما بيجيلهمش؟ بتقولي خدي فرقه، انتوا متخيلين يا جدعان انصحي على ايه؟ هما كانوا بيشوفوني دايما وانا خدي كان وارم ويفضلوا يتريقوا، ايه ده الغمازه طلعت لبره، ايه ده هي الغمازه، ما هو لو ما كانش حد وربنا بص لي فيها ما كانتش طلعت لبره. صناعيه مش طبيعيه، بس برضو يعني تخيل الحسد وصل للغمازات، عيون الناس ما سابتش اي حاجه، حتى الغمازات، الغمازه كانت داخله لجوه، عيون الناس طلعتها لبره. اللي كده انضف من اي بنت تانية. واديكوا شفتوا البنت المحجبه، انا ما اقولش لاهلي انا اديكوا شفتوا بصمه من البنات المحجبه، واطلع بره البيت على حاجه ثانيه. نسبه فوق ال 40% البنات المحجبه عادتهم بتبقى مهلبيه خالص. النسبة المئوية دي جايبها منين؟ يعني 40% البنات المحجبة عادتهم بتبقى مهلبية خالص. 40% تمام، 40% يعني مش 41%. يا رب ارزقنا ببنت محجبة عادتها مهلبية. مفيش أحلى من البنات المحجبة اللي عادتهم بتبقى مهلبية خالص. معلش يا تركانو، دي عن بنت كده مهلبية. مش قاعدة على بعضها كده يعني، مهلبية كده في نفسها. وعشان الكلمتين دول عمل فيديو مخصوص، لبست حبيبتي الحجاب بعد مشاكل كتير، ودي النهاية. يا جدعان انا عايزكم في الكومنتات اهم حاجه عايزكم تحفزوا رونيتا ان هي تلبس الطرحه. هل يا ترى حبيبتي هتبقى من البنات اللي عادتهم مهلبيه ولا ايه؟ انا والله الدكتور ده والله مش بشكر فيه، بس البت دي كانت بتموت ويعني الحمد لله طلع لها غمازه. الحمد لله الدكتور كانت بتموت والحمد لله طلع لها غمازه. طبعا لكل البنات اللي بتموت حاليا، بص دوري على دكتور يطلع لي غمازه في اسرع وقت. المورال بتاع الستوري اللي انت هتلف وترجع للمصريه. وبمناسبه الفاميلي تشانل، انا عملت فاميلي تشانل دلوقتي، هي مش فاميلي تشانل بس هي فاميلي تشانل. الفاميلي تشانل بتاعتي تمام هتلاقيها في اول لينك في الديسكربشن. في فيديو حلو جدا لزومبي عن عناوين فيديوهاته وعن فيديوهاته، تلاقي الفيديو في اول. شكرا فشخ لاي حد اتفرج على الفيديو النهارده، شكرا ليه عمر ايهاب ان هو عمل النوتيفيكيشن. اشوفكم الفيديو الجاي وانا ايدي في ايدك وبنحاول نبني مستقبل لاولادنا. بالنسبه للناس اللي بتعمل رياكت، ايه الميمز ده فاهم؟